أخيرا وصلنا على أمستردام. بس المرة دي أنا هاخد تجربة جديدة عليا شوية. المرة دي أنا قاعد في هوستل. تعال نشوف الهوستل ده من جوه شكله إيه. فيفا وورلد كاب قطر 2022. خليني اقول لكم عن ايبيديميك ساوند. ايبيديميك ساوند هو مكتبه موسيقيه ضخمه جدا، عندهم عدد مهول من الموسيقى والساوند افكت. كل الموسيقى والساوند افكت اللي سمعتوها في الفيديو ده او الفيديوهات التانية اللي عندي على القناه متاخده من ايبيديميك ساوند. وعشان هما مكتبه ضخمه جدا عاملين حاجه تسهل عليك وانت بتدور اسمها فايند سيميلر. الاوبشن ده يعني وانت بتدور على موسيقى لو في حاجه عجبتك هتدوس على فايند سيميلر هيطلع لك حاجات كتير مشابهه او قريبه لنفس التون اللي انت بتدور عليه. كمان لو انت متابع كرييتور من كرييتورز كبار اللي على اليوتيوب او اي منصه تانية وعجبتك مزيكا ومستخدمها عنده على القناه، هتخش عندهم في حاجه اسمها كرييتور بيكس. في كرييتور بيكس 90% هتلاقي الكرييتور اللي انت بتدور عليه والمزيكا اللي هو مستخدمها هناك. وتقدر تضيف قناة اليوتيوب بتاعتك وحساباتك على انستجرام تيك توك فيسبوك وتويتر على نفس البلان بتاعتك، وبكده هتبقى بعيد كل البعد عن الكوبي رايت والحاجات المزعجة دي. اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن، تقدر تستخدمه 30 يوم فري وفي اي وقت تقدر تلغي الاشتراك لو ما عجبكش المزيكا هناك. واحنا دلوقتي في الهوستل. تعالوا اوريكم بقى الهوستل من جوه والغرفه اللي انا اخدها شكلها ايه. احنا بي 15، فخلينا ندور على بي 15 فين. ادي بي، يبقى انا غرفتي هنا الاول. بس ده حمام مشترك بين السي والبي هنا في الطرقه دي في الدور ده. لكن في دور تاني فوق الناس بتطلع له من هنا برضو نفس الحكايه، في دي واي، وبرضه عندهم حمام مشترك في النص كده، وكل واحدة جوه ليها حمامها الخاص. احنا دلوقتي في الغرفة، كل اللي حواليا دي سراير. برضه هنا في حمام كده، حوض للغسيل وفي شاور طبعا، وهنا في شاور زي ما انتوا شايفين. بقى كل دي غرف غرف غرف، سراير سراير سراير. واحد هيسألني ويقول لي غرفتك فين؟ انت عمال تورينا انت فين. انا يا سيدي الفاضل هنا 15 15 و16. انا في 15. هتقولي بتطلع ازاي فوق؟ هوريك دلوقتي. هي دي الطريقه للطلوع وللنزول من هنا. تعالوا اوريكم من جوه شكلها ايه. طبعا احنا حاطين شنطنا كده بس كسل مننا ما تعرفش. هو في هنا كابنت بتحط فيها حاجتك وتقفلها بقفل زي ده، بس انا شنطتي دي تخينه شويه ما دخلتش هنا، والباقي كله حاطينه بره كده عادي. ودي الروم من جوه زي ما انتوا شايفين كده، مفيهاش حاجه غير مرتبه ومخده ومكان كده تحط فيه حاجتك. انا طبعا بشحن حاجتي كلها، فيشه كهرباء وفيشه تانية عشان تطفي الكهرباء اللي في الجنب دي، وفتحه تهويه، مفيش حاجه تانية. بس فانا لما باجي بالليل باجي انام كده وانام، وطبعا بشد اللحاف واتغطى. ولو عايز الف بقى بلف كده. وهي دي الأوضة بالظبط. مش عارف أنا حريت لأن هم هنا مشغلين الهواء السخن وأنا جاي من بره ولابس تقيل أوي. وده الفيو بتاعي. أحسن من كده فيو مفيش. ده اسمه كبسولة، بيسموها كبسولة، سرير الكبسولة. أو في هنا حاجة عشان تعلق فيها هدومك، في هنا ده عشان تعلق فيه هدومك. يعني لو معاك حاجة كده زي ده جاكيت مش عارف ايه تقدر تعلقه هنا عشان يبقى معاك جنبك على طول يعني. وبس انا تعبت من الطلعه والنازله. انا بعمل ده مثلا مرتين 3 في اليوم. الفكره حلوه، مش عارف ممكن الناس اللي دخلت الجيش عندنا في مصر يعرفوا يتأقلموا معاها، بس هي شويه صعبه، خصوصا لو انت بتتكسف من حمام من مش عارف ايه، بتبقى شويه صعبه عليك. لان الحمام هنا مشترك، في حمام هنا مشترك وفي حمام بره بتاع العامه يعني. ممكن برضه ناخد لفه واوريهولكم. وبالنسبه للخصوصيه انت بتنعزل عن الناس لو عايز تنام او تاخد راحتك يعني شويه كده كده. احنا محدش شايفنا، احنا شايفين حد بس الصوت مسموع لحد ما.
بالليل وانت نايم بتحتاج البودز اللي بتتحط في الودان دي عشان لو حد بيتكلم بره ما يزعجكش. هي فكرة حلوة واقتصادية لو انت مسافر لوحدك يعني. زي كده المرة دي انا مسافر لوحدي، فقلت اخد التجربة واجربها، اجرب البود بيت ده بيبقى عامل ازاي، العيشة فيه عاملة ازاي. هي كويسة، ولكن انت لازم تكون مراعي اللي حواليك طول الوقت، يعني طول الوقت موطي صوتك زي ما انا كده موطي صوتي وانا بسجل. آه طول الوقت عامل حسابك متعملش دوشة، انت بتفتح شنطتك بتقفلها بالليل لو الناس نايمة. ولكن اعتقد برضو معظم الناس تبقى عاملة زيك كده وجايبين البودز دي وحاطينها في ودانهم عشان يعزلوا نفسهم يعني عن الاصوات الخارجية. بس انت الواحد بيبقى حسيس شوية يعني. رغم ان امبارح الشباب تحت كانوا عاملين دوشة، كانوا مجموعة شباب امريكان كده بيتكلموا صوتهم عالي قوي بالليل، اضطريت ان انا احط البودز دي عشان انام. لو جات لك الفرصة ان انت تجرب حاجة زي كده ما تتأخرش، ليه لا؟ يعني بدل ما اقعد في غرفة وادفع المبلغ الفلاني، احنا هنا كمسافرين كسياح يعني طول اليوم بنبقى بره في الشارع، ما بتحتاجش المكان اللي انت بتنام فيه ده الا عن النوم، زي ما قلت كذا مرة في فيديوهات قبل كده. فتوفر في السكن وتسكن في حاجة زي كده، والفلوس اللي انت وفرتها تقدر تعمل بيها حاجات اكتر في البلد اللي انت رايحها. فتجربة حلوة، لو جات لك الفرصة تجربها متأخرش. وهنا ده الحمام اللي هو العام بتاع الهوستل هنا، يعني لو اي حمام من الحمامات التانية دي مشغول، اللي هو تبع الغرف بتاعتك او الحمام اللي جوه الغرف مشغول، ما تستناش وتيجي ايه الحمام اللي هنا. نفس الشيء برضه في احواض على جنب، حوض، وهنا شاور دوش، وبعدين هنا كده في حمام بتاع الشباب كده على الواقف، وطبعا في هنا حمامين زيادة قاعدة يعني عشان لو عايز تدخل الحمام ولا حاجة وحمامك مشغول ما تستناش، تقدر تيجي تصرف نفسك هنا. طبعا الهوستل هنا عشان اقتصادي ففي حاجات كتير مش بيقدمها، زي مثلا البريكفاست، الفوط، الحاجات دي كلها بتدفع عليها. لو هتاخدها من عندهم من هنا بتدفع عليها، تدفع 6 يورو عشان تفطر معاهم او 2 يورو للفوطة، وبعد كده بترجعها لهم. بتدفع كمان ديبوزيت 5 يورو، وبعد كده بترجعها لهم وتاخد منهم الديبوزيت، والباقي خلاص راح عليك.